انا جاي استاذنك انزل بيت مع اختك، ده اصلا عندها مشكله وعايزه كتف تعيط عليه، ولا انت بقى راجعي ومش مع المساكنه؟ اهلا بكم اعزائي مستمعي اذاعه الراديو المجهول. لو اول مره تسمعنا، احنا بودكاست اذاعي بندعم فيه صياح الكادحين من العاملين او اللي لسه بيدوروا على شغل او اللي لسه في التعليم، وكمان صياح اللي قاعدين في البيت. هنتكلم عن مواضيع مختلفه مع شويه صياح حلوين. مواعيد برنامجنا حد وثلاث وخميس الساعه 7 صباحا. سواء كنت طالب لسه ورايح الجامعه مش طايق نفسك كالعاده وبتجري بين المواصلات عشان تلحق تروح جامعتك، او موظف رايح الشغل وبتجري علشان تلحق بصمتك، اهلا بيك في اذاعتنا. بقالي فترة كده كنت ماسك نوت بوك وعمال اكتب واسجل في المصطلحات الجديدة اللي عمالة تطلع، وكل ما احفظ شوية الاقيها فجأة ادمت وطلعت مصطلحات تانية، فقلت وعلى ايه اشغل نفسي بقى، خليني مكتفي بالمصطلحات القديمة الجميلة المفهومة بلا وجع دماغ. بس اكتشفت ان المصطلحات اللي عرفتها واتعلمتها من اهالينا بدأت فعلا تختفي، وكمان مصطلحات كانت عادية بدأت تاخد معاني مختلفة وغريبة بصراحة على مجتمعنا الشرقي بطبعه. زي مثلا البيست فريندز، هو معناه عادي صديق مقرب. يعني لو بنت عندها صاحبة مقربة جدا بيقعدوا يتكلموا بالساعات ويحكوا مشاكلهم ويحلوها سوا. أو ولد عنده صاحب مثلا لو وقع في مشكلة يجري عليه ويساعده. دول كده المعنى الطبيعي للبيست فريندز. بس بعد كده بقى يشمل إن ممكن بنت يبقى عندها بيست فريند ولد والعكس صحيح. يعني اللي أعرفه إن في زمالة سواء دراسة أو شغل، ممكن صداقة كمان وصحوبية لو شلة بنات وولاد. لكن يعني ايه صداقة مقربة جدا بين ولد وبنت؟ ده مصطلح غريب على مجتمعنا. طبعا حد هيصيح دلوقتي ويقول لي هو يعني ايه المشكلة ان ولد وبنت يبقوا بيست فريندز يا راجل يا بس ايه يا عم، في ايه؟ ما بالراحة. عموما انا بتكلم من وجهة نظري، وكل واحد حر اكيد، فاهدى كده وروق بس شوية. بس معلش، يعني ازاي ولد وبنت بيتكلموا بالساعات ويحكوا لبعض عن يومهم وعن اسرارهم، ممكن يخرجوا سوا وتيجي تسألهم انتوا مرتبطين تلاقيهم فتحوا بقهم من الصدمة ويبصوا لك بنظرة احتقار كده ويقول لك براس مرفوعة لا احنا بيست فريندز. يا صلاة النبي، لا ربنا يحفظكم. اصل اللي اعرفه ان يعني طالما اتنين مقربين كده، ده يا اما باخوها او حد بيحبها ومرتبطة بيه. لان طبيعي اي تقرب بين ولد وبنت في الاغلب في مشاعر هتتحرك جوه حد فيهم، وممكن العلاقة تقلب وتبقى ارتباط وجواز، وساعتها هنفرح كلنا يعني. بس المشكله بقى لو طرف من علاقه البيست فريندز الجميله دي اصلا مرتبط مش مرتبط بالبيست فريند، لا مرتبط بواحده تانية خالص، ويقول لخطيبته معلش اكلم البيست فريند اصلا عندها مشكله وعايزه كتف تعيط عليه، وانا البيست كتف قصدي البيست فريند يعني. او واحد متجوز ويلاقي مراته بتتكلم في التليفون ويعرف انها بتكلم البيست فريند فيغلط بس ويتعصب ويغير بس شويه، فمراته تتضايق قوي، واللي هو ازاي يعني يغير من صديقها المقرب؟ ده هاني. انت عارف ده مين؟ ده هاني. وما تفهمش هنا بقى هاني ده نوع تالت يعني ولا ايه بالظبط؟ ما هو راجل برضه، انت شايفاه صديق، بس انت عارفه هو شايفك ازاي. ومن كمالة المصطلحات بقى في مصطلح اسمه فريندز وذ بنفيتس. ايه ده يا اخويا؟ صداقه مع الفوائد. هي مش دي الفوائد بتاعت البنك برضه؟ والحقيقه ما طلعتش فوائد البنك، لا. لما عملت السيرش فهمت ان معناها اتنين صحاب ولد وبنت يرتبطوا، بس محدش يزن على التاني انه يجي يتقدم مثلا وتبقى علاقة محترمة حاشا لله يعني. نفسي افهم ايه اللي يخلي حد يلجأ للنوعية دي من العلاقات، مش فاهم والله. ودي عمرها ما كانت في مجتمعنا، لكن للأسف بدأت تظهر. ونيجي بقى المصطلح البوي فريند والجيرل فريند، وده معناه حبيب. هو مفيش مشاكل، الحب جميل يعني، بس لو محطوط له حدود، ولازم يبقى الأطراف كبار وناضجين وقادرين يتحكموا في مشاعرهم وعارفين ومخططين لآخرة الحب ده إيه. لكن بقى الأطفال والمراهقين بقى عادي يبقى عندهم بوي فريند وجيرل فريند وبمعرفة الأهالي. يا جماعة، ده أنا وأنا صغير في المدرسة قعدونا بنات وولاد جنب بعض، كنت ساعتها مش طايق نفسي وهموت من الكسوف، ويوم يعني ما حبيت كان حب بريء جدا. ولما كبرت شوية ما كانش ينفع أفكر في ده، لأن أنا لسه مش جاهز وكنت محتاج بقى أركز شوية في دراستي. ومع الوقت
حسيت إن لازم جدا الشخص يبقى واصل لدرجة نضج أصلا علشان يعرف يدخل في علاقة حب وارتباط. وطبعا أنا مع إن الأهالي تصاحب ولادها جدا، لأن الحب الطفولي ده كلنا حسينا بيه، فياريت الأهالي ما تتريقش عليهم أو تتجاهل ده أو تمنعهم بالقوة. بس برضه ما ينفعش نشجعهم ونقول عادي حب بريء، ما ينفعش، لأن الجيل اللي طالع للأسف مفتقد حتة البراءة دي تماما، لأنه بقى منفتح جدا بسبب الإنترنت اللي موجود فيه كل حاجة، الحلو وبرضه للأسف الوحش، وده كتير طبعا، وللأسف الوحش مغطي على الحلو. والمشكلة إن الأعمال الفنية دي مصرية ومسلسلات تحسها نسخة مشوهة من المسلسلات التركي، يعني ما تحسش الأبطال اللي فيها شبه المصريين، لأ. يعني اللي أعرفه إن الفن مرآة المجتمع، فأنت واخد أفكار مش شبه مجتمعك ليه؟ مش فاهم. وطبعا مش هقول إن ما عندناش نماذج سلبية في مجتمعنا، بس لما تيجي تعرض مسلسل في واحدة متجوزة وفي واحد واخداه معاها في كل حتة وتقول ده البيست فريند، ما تطلعهمش إنه ده طبيعي. ودايما بقى أفكار سلبية عن خيانة وعلاقات محرمة أو بلطجة، يعني عارف إن دي نماذج موجودة فعلا في الواقع، بس لو هبروزها في عمل يبقى أطلع منها بعبرة. لكن أنت طلعت واحد بلطجي وخليته طول المسلسل بيشتغل شغل غير قانوني، ولحد نهاية المسلسل وهو الكسبان دايما، وما تعاقبش على أفعاله كمان. يعني بصراحة أما قصة عبرة بصحيح. بصراحة التربية حاليا صعبة جدا عن زمان. احنا أهالينا واحنا صغيرين كانوا ممكن يسيبونا قدام التلفزيون عادي، وده لأن كان في أعمال كتيرة مناسبة لينا زي عالم سمسم، المغامرون الخمسة. بس ده حتى الكرتون دلوقتي بقى محتاج رقابة، والأهل تشوف ده هل هو أصلا مناسب ولا لأ. وبخصوص الموضوع ده برضو ظهر علينا مصطلح اللي هو love is love إن كل أنواع الحب مقبولة، حتى لو الحب ده شيء شاذ وغير مقبول لا أخلاقيا ولا دينيا، بس لا يقعد يردد love is love. وطبعا عارفين أصحاب الفكر ده واللي للأسف بيحاولوا يفرضوا أفكارهم ومصطلحاتهم علينا وخاصة على أطفالنا. وتعالوا بقى نتكلم عن مصطلح السترونج اندبندنت وومن. وقبل يا عزيزتي السترونج ما ترفعي صياحك عليا، أنا بأكد لك إني مع حقوق المرأة كاملة. بس ليه البنات كلها بقت بتجري ورا مصطلح الست القوية المستقلة؟ طب ما احنا كان عندنا ست جدعة، ست ب100 راجل، وست مكافحة. دي المصطلحات ولا بلاش؟ بصي، هو كمصطلح ما فيهوش مشاكل، يعني جميل ان البنت تشتغل وتصرف على نفسها وتكون عارفة تاخد قرارات خاصة بيها. لكن الحقيقة المصطلح ده خد معنى مختلف دلوقتي، اللي هي حابة تبقى قوية ومستقلة علشان مش عايزة راجل يتحكم في حياتها، أو هي عايزة تلغي الراجل أصلا خالص وتقولك أنا بشتغل وبقبض فمش محتاجة الراجل بقى، وخدنا إيه من الرجالة بقى. طب ليه يا عزيزتي؟ هو الراجل ضايقك في إيه طيب؟ وعموما ماشي، اختفي يا عم الراجل مش عايزينك. تقوم ترجع تقولك استنى راح فين؟ انت ملزم تصرف عليا. الله، ايه ده؟ ثواني كده، تعالي هنا. انت مش لسه قايله انك مستقله؟ ما هو الاستقلال ده حضرتك لازم يبقى ماديا برضه. يعني ما ينفعش تقولي انك مستقله ووالدك بيصرف عليكي، ما ينفعش تقولي انك مستقله وعايزه خطيبك يجيب لك ايفون جديد، ولو متجوزه ما ينفعش تقولي مستقله دي اصلا. ان جيتوا للحق الاستقلال ده حاجه صعبه جدا، يعني الست ما اتخلقتش للبهدله والشقه اصلا. يعني انا كان معايا زميلتي في الشغل، كان كل ما حد يقول لها حاجه في شغلها تجري على الحمام تعيط، وكانت بتصيح كل 5 ثواني. ليه؟ بسبب انها مش مستحمله ضغط الشغل، لان حقيقي الشغل كان صعب عليها، خصوصا انها كانت متجوزه وعندها بيت، والغريب ان جوزها كان مرتاح ماديا. طب ايه اللي جابرك يا بنتي على الشغل؟ ده مش معناه ان انا ضد الستات انها تشتغل، على فكره في فعلا ستات ظروفهم بتجبرهم على ده، ودول طبعا نرفع لهم القبعه من هنا لبكره. لكن انت بتشتغلي علشان بس عايزه تلغي راجل من حياتك، وتقعدي تقولي بقى مش ملزمه والكلام ده، يبقى لازم تبقي فاهمه ان في فاتوره، وفاتوره غاليه كمان هتدفعيها لو فعلا عايزه تستقل. مكتوب عليا ابص لفوق واجيب لقلبي شوق على شوق. وفي نهايه كلامنا عن المصطلحات وقد ايه استجد على مجتمعنا كلام كتير، خليني بس الفت انتباهكم لحاجه.
بعض المصطلحات الطبيعية أخدت شكل مختلف يخلي الواحد مش فاهم هو ده بيحصل بجد. وفي مجتمع مصري زي مجتمعنا، المجتمع الشرقي اللي دمه حامي بطبيعته. دلوقتي تعالى نتخيل موقف، أنا جاي استأذنك أنزل ديت مع أختك، وأحب أقول لك بعض من مميزاتي. أنا شخص أوبن مايندد جدا ومتحرر، وبحب الدرينكس ومؤيد جدا للخصوصية في العلاقات، وما عنديش مشكلة لو أختك عندها بيست فريندز، وما أقدرش أعلق على لبسها أبدا حتى لو مفتوح، هي حرة في الأول وفي الآخر. بس إحنا مش هناخد أي خطوة رسمية كده على طول، ممكن نجرب نعيش شوية مع بعض في بيت واحد، وأهو نعرف طباع بعض ونشوف هننبسط ولا لأ. ولا أنت بقى راجعي ومش مع المساكنة؟ عزيزي المستمع، لو دمك فار واتعصبت واخترعت شتايم جديدة تشتمني بيها واستفزيت حاجة جواك، فأنا بحييك وبرفع لك القبعة احتراما وتقديرا ليك، لأنك ما زلت على فطرتك السليمة، ولعبة تغيير المصطلحات ما أثرتش على عقلك ولا غيرت المبادئ الثابتة جواك. ولو تقبلت كلامي وما اتضايقتش، فأنت تقفل الحلقة لحد هنا وما تكملهاش عشان ما اخترعش أنا شتايم أقولها لك. إنما لو تاهم مع التايهين اللي ما يعرفوش الصح، فهنا أنا هبقى عذرك، وأديني قلت لك تصلح مفاهيمك وتعدل فطرتك إزاي. ولو جدك عايش ربنا يديله الصحة، عايزك تروح تسأله كده، لو تقدم عريس لأختي بالمواصفات دي وقال الكلام ده إيه رأيه؟ لو ما دفنكش في الكنبة تحته أو خرج عن الملة بسببك يبقى بحق. بلاش جدك يا عم عشان ما تقولش ده زمن غير الزمن، روح لأبوك اسأله كده، أقل حاجة هتحصل هتاخد حتة كف يعدل لسانك ويحرمك من الميراث ويطلعك من بطاقة التموين كمان. في النهاية يا عزيزي، المصطلحات ما بتجملش الحرام وتحلله، حتى لو اتقالك مصطلح واتنقلك بلغة غير لغتك وتزين لك إنه قد إيه كاجوال وراقي، وإنك تستورد مصطلحات وتعربها أو تنسبها لمجتمعنا الشرقي وتقول عادي وفيها إيه، ده بيزود التشوه اللي حصل للمبادئ والصح والغلط والفطرة اللي اتولدنا عليها. ودلوقتي احنا وصلنا لآخر حلقتنا، مستنيين نسمع رأيكم في موضوع حلقتنا النهاردة، وشكرا على حسن استماعكم، ومستنيين مشاركتكم لينا سواء على لينك صراحة أو في الكومنتات. استنونا الحلقات اللي جاية مع موضوع مختلف وشوية صياح جديد ورحلة بين الماضي والحاضر والمستقبل. كنتم مع إذاعة راديو مجهول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.